السلام عليكم. أنا اليوم في أحد أجمل المدن الألمانية وأيضاً الأوروبية، مدينة دريسدن. هنا نقطة البداية. التمثال الذي ورايا بيمثل الملك أغسطس القوي. طبعاً لا تسألونيش ليش اسمه هكذا، بس أعتقد كان يسمى أغسطس القوي لأنه كان يوجد أو معه بنية جسدية قوية. طبعاً هذا الملك هو كان حاكم زكسونيا الألمانية وأيضاً ملك بولندا في نفس الوقت. هو الذي ساهم ببناء مدينة دريسدن، وفي القرن ال17 حول دريسدن إلى واحدة من أرقى العواصم الثقافية، وبنى تحف معمارية زي قصر سيفينغا، وترك بصمة خالدة في المدينة. لكن في فبراير عام 1945 دمرت دريسدن بالكامل خلال قصف التحالف الذي حصل في الحرب العالمية الثانية، وتم شن ضربات جوية على المدينة بحيث أنه سويت دريسدن حرفياً بالأرض، ما عاد بقي أي شيء. بس اليوم إحنا حنشوف كيف تم إعادة بناء مدينة دريسدن وكيف شكلها اليوم، ونأخذ جولة في المدينة. عشان احنا نشوف اليوم كيف تم إعادة بناء دريسدن بعد هذا الدمار الكبير الذي حصل في المدينة. لذلك بدأنا رحلتنا من قصر التسفنجا الذي تم بناءه بأمر من أغسطس القوي. الآن أنا متواجد في القصر. المكان رهيب جدا وفي إطلالة حلوة، لكن في شيء واحد معين، وهو أن القصر الآن بيمر بأعمال بناء خلت ما في طابع رهيب أبداً للقصر. هذه كانت طبعاً الحديقة المتواجدة في وسط القصر. الصراحة أنه لما تتمشى في المكان بيديلك طابع رهيب، بالذات لما تمشي على البراندات من فوق. صراحة أنه كذا يخليك أنك تمشي في مكان أثري رهيب. مثلاً هذه مثل الشرفة إلى تحت في القصر. يلا، بما أن القصر بيمر بمرحلة إعادة ترميم وبناء، فأعتقد ما فيش فيه شيء ممكن ندخل نشوفه، يعني هو يعتبر مغلق الآن.
فخلونا نخلي وجهتنا الثانية الآن الانطلاق إلى الكنيسة. الكنيسة منها بنقدر نطلع إلى أعلاها ونقدر نشوف المدينة كلها من فوق. الكنيسة رهيبة جدا، أتمنى أنه أقدر ألحقها وعد في وقت. الجو رهيب اليوم، فخلونا نكمل رحلتنا وننطلق إلى الكنيسة. الآن أنا وصلت إلى وسط المدينة، وبالتحديد قريب من كنيسة السيدة العذراء. المكان رهيب جدا. بس قبل ما أوريكم شكل الكنيسة، هذه هي اللي خلفي، قبل ما أوريكم الكنيسة خلوني أوريكم ما أجمل وسط المدينة القديمة في مدينة دريسدن. يعني مثل ما شايفين جمال المدينة الرائع. بتشوفوا انه بعد تدمير مدينة دريسدن بشكل كامل، مع ذلك الشعب ما استسلمش، وبالعكس بنى دولة او مدينة رائعة جميلة ومن الركام الذي خلفها الحرب. فهذا يدل فقط على عزيمة الشعب وعدم الاستسلام. المهم مثل ما شايفين جمال المكان والمدينة أو ساحة المدينة، باقي شيء واحد ممكن نقدر نعمله، وهو الصعود إلى أعلى الكنيسة. كان رهيب جدا. خلونا نشوف الإطلالة على المدينة بشكل كامل وندخل الطابور هذا ونستعد إلى الصعود. وهذه مدينة دريسدن من الأعلى. قولوا لي إيش رأيكم؟ هل كان يستحق إن أنا طلعت إليها وأشوف المنظر هذا؟ خلاص بعد الكنيسة خلونا الآن نروح نشوف المكان اللي كلمتكم عنه من قبل، واحدة من أندر وأطول اللوحات الجدارية في العالم. بس الذي يعجبك في دريسدن ايش؟ هذا الأشياء. هذه هي اللوحة اللي كلمتكم عليها. هذا اللوحة طولها حوالي 102 متر، وهي لوحة خزفية لموكب الأمراء. هذا عمل فني ضخم مصنوع بالكامل من خزف، وبيعرض 35 ملك من زكسونيا حكموها على أكثر من 800 سنة. طبعا ما قدرت أسرد القصة في الفيديو الأول حول أطول لوحة خزفية متواجدة في العالم، ذلك أنا الآن متواجد في أقدم قصر موجود في مدينة دريسدن، والذي كانت تحكم فيه ولاية زكسونيا.
كمية الأسلحة التي في القصر هذا مش طبيعية، بس في سلاح حرفيا لفت انتباهي، هذا هو. شوف، يا راجل ايش من بناتك هذا؟ اما المتحف بشكل عام صراحة انه رهيب. صراحة انا اشتري هذا البندق الذي يعني يحبني قوي يشتريه لي. شوفوا ما احلى النقوشات هذا، ما تسخاش يعني ترمي فيه كله هنا الصراحة. يلا خليهن للزينة. المهم خلونا نخرج من هذا المكان. أنا الآن قربت إلى قمة القصر، فأريد أعرف. أوه المنظر صراحة يستحق التعب والله. المهم بعد ما شفنا المناظر الجميلة من أعلى شرفة أقدم قصر في مدينة دريسدن، وأيضا من أعالي شرفة الكنيسة، الآن خلونا نتحرك إلى أحد الشوارع المميزة في مدينة دريسدن، المشهورة بالرسومات الفنية على الجدران. مكان رهيب جدا. خلونا نشوف كيف هذا الشارع ونعمل لنا لفة في المدينة. وأيضا بدي أخذ بسكليتة وأروح أتمشى والله على نهر الألبة. المهم خلوكم معايا الآن وأنا ذاهب إلى هذا الشارع. خلنا ننطلق. الآن نوعا ما وصلنا إلى النقطة قبل الأخيرة، مثل ما شايفين الشارع المزخرف بكثير. إيش مزخرف؟ الشارع شارع الرسومات. شايفين الرسومات؟ يعني رهيبة جدا. طبعا في هنا محلات قديمة، كافيهات مثل ما شايفين. صراحة الألوان البيوت مع الأشجار كذا بيدي لك طابع هادئ جدا، حيث إنك تقدر تستمتع بالمكان. شوف يعني شيء كذا حلو. عرفت كيف؟ إنه بتشوف إنه في نوعا ما من الاحترافية في الرسومات هذه بتعطي طابع جميل للحي نفسه. كان حي مميز صغير، أنا قريت عليه، كنت متوقع فعلا حاجات ضخمة أكثر، بس اللي شفته مش بطال أبدا، يعني حلو جدا. اللي عجبني أكثر حاجة في المكان هو ال الكافيهات، محلات القهوة فعلا كانت مميزة، حيث أنك أيام الصيف بالذات بتكون درجة الحرارة عالية. بالنسبة للألماني 30% على سبيل المثال درجة الحرارة بتكون عالية جدا. في الأماكن اللي بتجي بين البيوت في الوسط بالأشجار هذيك بالبيوت الملونة بيعطيها انطباع هكذا مريح. هذا اللي حبيت أوريكم في هذا المكان.
والآن خلونا ننطلق إلى النقطة الأخيرة حرفياً. ناخذ بسكليتة واللي هي أمامي وانطلق على طول. لكن تخيلوا الحظ الأول مع البسكليتة إيش؟ التاير مبنشر، لذلك لازم نشوف واحدة ثانية. شوفكم لما ألقى واحدة ثانية. وأخيراً لقينا سيكة الحلوة، سايرين إلى نهر الإلبة. هذا هو نهر الإلبة. مثل ما شفتوا المناظر الجميلة والرائعة هذه في مدينة دريسدن، أقول لكم أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، وشكرا لكل من شاهد الفيديو إلى الأخير، وألقاكم في مدينة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.